نسيت نفسي وجوزي وابني ومشيت بس ورا نزواتي وشهواتي، بس ما كنتش عارفة إن النهاية هتبقى صعبة قوي كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قصة جديدة. صلوا على النبي ويلا بينا علشان نبتدي قصتنا النهاردة. صاحبة القصة بعتة وبتحكي وبتقول: أنا اسمي فايزة، اتجوزت أنا وعبد الحميد من سنين طويلة قوي. كان أبوه صاحب أبويا وجوزونا لبعض، وكانوا شغالين مع بعض في نفس الوقت، وظروفنا المادية عالي العال، وجوازنا كان روتيني وعادي جدا. بعد الجواز كان بداية الجواز كلها هزار ودلع وحب وحاجات كويسة. بالتدريج حبيت عبد الحميد وما بقيتش أقدر أستغنى عنه. وبعد فترة من جوازنا طبعا الحياة بدأت تتغير، خصوصا إن ربنا ما أدناش أطفال. فين وفين لما قررنا إن احنا نكشف، ده طبعا بعد ما كل ما حد يقابلنا: إيه ده يا عبد الحميد، هي مراتك لسه ما بقتش حامل؟ إيه ده يا فايزة، هو أنتي لسه ربنا ما كرمكيش؟ والناس كده متسلطة علينا وعينيها مركزة. فعبد الحميد خدني وقال لي: تعالي يا فايزة أنا لازم أكشف عليكي عند الدكتور. رحنا واكتشفنا، قالوا لي لازم تعملي تحاليل وحاجات كده. عملنا التحاليل لأن محتاجين تعملي منظار. عملنا المنظار فاكتشفوا إن أنا عندي مشكلة وهحتاج لعلاج، وطبعا الموضوع ده يزعل أي واحدة في الدنيا. فضلت مكتئبة وحزينة فترة طويلة وأنا متابعة برضو العلاج، بس من جوايا كنت حاسة بقى إن أنا متضايقة. عبد الحميد بصراحة كان بيهونها عليا، وكان دايما يقول لي: يا فايزة ما تشيليش هم، إن شاء الله ربنا هيسهل وهنجيب حتة عيل نفرح بيه، ولو ما حصلش يا بنت الحلال يبقى ده نصيبنا. قلت له: بس أكيد أنت هتعوز تجيب عيل بعد كده، ويا عالم إيه اللي هيحصل. قال لي: لو سمحتي ما تقدريش البلا قبل وقوعه، وخلينا عايشين ومبسوطين، وسيبي كل حاجة على ربنا، وبإذن الله اللي فيه الخير ربنا يكتبه لنا. بعد فترة طبعا طويلة ابتدينا نسمع عن موضوع الحقن المجهري، فطبعا ساعتها رحنا لدكتور شاطر جدا في الحاجات دي، وأيامها الكلام ده كانت الحاجات دي مكلفة جدا، فطبعا احنا الحمد لله كان ربنا مدينا وعطينا من وسع. ورحنا وعملنا العملية أول مرة وما نجحتش، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه بس كده يا ربي؟ كنت زعلانة قوي. عبد الحميد للمرة التانية يقول لي: سيبيها على الله، وإن شاء الله بإذن الله أنا واثق في ربنا إن ربنا هيطعمنا وهيرضينا، بس أنتي ما تقعديش تاكلي في نفسك وتفكري، لأن برضو الحاجات ديت هتتعب نفسيتك، وأنتي برضو محتاجة إن تبقى نفسيتك مرتاحة. المهم خدني وعملنا عمرة، وجينا من العمرة ديت عملنا العملية للمرة التانية، وفعلا في المرة التانية ربنا كرمنا. وأول ما الدكتور قال لي: أنتي حامل، ساعتها طرت من الفرحة. وعبد الحميد والعيلة، وعبد الحميد طلع فلوس كتير قوي وذبح ذبيحة، وكان فرحان قوي. قال لي: فايزة أنا مش عايزك تقومي من على السرير، وطبعا أنا مش هلمسك لحد لما ربنا يسهل وتقومي بالسلامة، واللي يجيبه ربنا كله حلو، ولد بنت كله حلو. المهم ربنا كرمني بعديها ب9 شهور، جبت مروان زن حياتي وادالها طعم ولون تاني. والأيام اللي بعد كده كلها كانت لمروان وبس. طبعا مع الوقت في الجواز الحياة بتتغير والوضع بيختلف، بعد الخلفة غير قبل الخلفة، ولما العيل كبر شوية غير بعد كده. الأيام بقت بتسرق عبد الحميد مني، وبقى كل تفكيره في الشغل وفي الخروج وفي الولا برضه وبس. طبعا في الأول أنا كنت عادي، لأن تركيزي كله كان مع مروان ابني. مروان سنة ورا سنة بقى يكبر، يدخل المدرسة، أقعد أذاكر له وأوديه وأجيبه، ومخلية وقتي كله مشغول بيه هو وبس. بعد فترة كده حسيت إن أنا مفيش أي حاجة بيني وبين جوزي، وكأن الحب والحياة والجواز والعلاقة وكل حاجة انتهت ما بينا. ليه معرفش. كل فترة كنت بحاول إن أنا ألبس له وزين ليه وأبقى شكلي كده في أبهى الصورة، ليه؟ علشان أي حاجة منه. بس الموضوع بجد بقى من الشهر للشهر مش عارفة ليه. مع الوقت زهدنا الحاجات دي تقريبا خالص، وده طبعا مع كبرنا برضو. يعني خلاص ابنك كبر، دخل الثانوي، خلص الثانوي بتاعه، والمفروض إن هو داخل الكلية، وأنا وصلت تقريبا داخل على 50 سنة. حسيت إن حياتي كلها اتسرقت مني، كل ده على عيل واحد بس. يعني أنا لما أدور في حياتي كلها ما لاقيش أي حاجة خالص غير ابني اللي أنا طلعت فيه من الدنيا كلها. عبد الحميد جوزي ملوش أي وجود في حياتي غير إن هو يجي ياكل ويشرب وينام. حسيت إن لأ، أنا محتاجة حاجة بجدد وتغير حياتي. الموضوع بقى صعب جدا جدا وممل قوي عليا. ابتديت أحن الأيام زمان، أيام وأنا صغيرة، أيام بداية جوازنا. كل حاجة حلوة كانت بيني وبين عبد الحميد اللي انتهت خالص.
وطبعا الموضوع ده خلاني يبقى ليا مثلا احتياجات أو رغبات في حاجات كتيرة قوي، وعبد الحميد متجاهلني. كلمته مرة بجد ومرة بهزار، ولقيت رد عليا: انتي كبرتي يا ولية على الكلام ده، ايه اللي حصل لك؟ مالك؟ ما انتي كنتي بعقلك. يا ستي احنا هناخد زماننا وزمن غيرنا، احنا عندنا ابننا هوت ما شاء الله بقى عريس. طيب وانا فين يا عبد الحميد؟ يقولي ما انتي جنبي اهو وانا معاكي. هو الجواز بالموضوع ده؟ قلت له لأ، بس لما ابقى انا عايزة ومحتاجة يبقى لازم ان انت تلبي لي رغبتي، يعني انا عايزة حق فيك. يضحك ويهزر وياخد الموضوع كله تريقة وهزار. ابتدت المشاكل تكتر بينا. على كبر الكلام ده كنا كبار وابننا يعني طولنا كده. يجي مروان ابني يحاول ان هو يلطف الجو ما بينا، لكن انا من جوايا كنت زعلانة، ويقول له يا عم امك عايزة تبقى عروسة، وبرضه يضحكوا هما الاتنين ويهزروا. بعد فترة مروان ابني لما لقاني تعبانة ومتضايقة بجد والموضوع بدأ يأثر عليا، راح جاي وقعد يتكلم معايا: مالك يا امي؟ فيكي ايه يا حبيبتي؟ انت ما كنتيش كده زمان. مالك كده؟ ما انتش بتضحكي ولا بتهزري وقاعدة ال 24 ساعة قدام التلفزيون. طب انزلي روحي انت السوق اشتري الحاجة اللي احنا ايه بنبقى عايزينها، تسلي وقتك بدل ما انت على طول في البيت. انا من اول ما اتجوزت وعبد الحميد هو اللي بيجيب لي خزين بيتي كله، وانا تقريبا ما نعرفش حتى الطماطم بكام، الرز بكام، ما اعرفش حاجة. انا اقول له على الحاجة اللي انا عايزاها وهو يجيبها لي. فابني اقترح عليا ان انت انزلي بقى يا ماما وروحي وتعالي واعملي الحاجات ديت زي الستات علشان تفك عن نفسك، وانا يا ستي هنزل معاكي في الاول، واضحكي كده يا فيوزة يا حبيبة قلبي والكلام ده كله. قلت له بس انا مش متعودة يا مروان يا حبيبي على الكلام ده، وابوكي هو اللي بيجيب لي كل حاجة. قال لي لا انا عايزك يا ماما تجددي من حياتك، وعشان تجددي من حياتك لازم تعملي حاجات انت مش متعودة عليها. انت اللي مخليكي عامله كده يا ماما، قاعده البيت، قاعده في البيت ال 24 ساعه، ولا بتروحي ولا بتجيبي. انا وبابا بنخرج وبنشوف الدنيا، علشان كده في تجديد في يومنا وفي حياتنا، اما انت لا. قلت له خلاص ماشي حبيبي، هبقى انزل انا واروح السوق. قال لي حتى لو مش هتجيبي كل حاجه مشي نفسك كده، جيبي حاجات خفيفه، ما تشيليش برضو شله تقيله ولا الكلام ده، احنا كان بيبقى عندنا العربيه وعبد الحميد بيجيب الحاجه فيها. طب اخلي بابا يبقى يوديكي بالعربيه او تروحي معاه؟ قلت له لا، ايه انا مش عايزه يبقى ليا دعوه بابوك، لان من جوايا كنت زعلانه منه بجد وهو مش طبيعي. المهم فعلا بقيت اخرج كل يوم شويه او كل يومين اتمشى كده، اروح كده. ففي يوم قلت انا هروح الكوافير اغير من مودي شويه. رحت الكوافير، عملت تنظيف بشره، عملت حاجات من الطلعه جديده، وروحت البيت حاسه ان انا زي القمر. لبست قميص نوم حلو واتزوقت ووقفت قدام المرايه وانا متسيغه ولابسه الذهب بتاعي. قلت الله، امال عبد الحميد ماله؟ فيه ايه؟ من حلو اهو يا جماعه، ايه اللي حصل؟ بس الراجل ده مدوخني كده معاه. جه اليوم ده عبد الحميد اول ما شافني قعد يضحك: انت عامله يا وليه زي حلاوه المولد كده ليه؟ ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا ام مروان؟ انت اتعبطتي يا وليه على كبر ولا ايه؟ وقعد يقول لي انا عرفت انت مالك، انت عندك المراهقه المتاخره، ويضحك. قلت له هو انت ما بتحسش؟ هو انت ما عندكش دم؟ انا مش عارفه انت عملت كده ليه، انا زهقت وتخقت من العيشه معاك يا راجل، حس بيا شويه. وهو برضه متجاهل كل الحاجات اللي انا بقولها له دي. رميت توبتي وقلت والله ما انا متكلمه معاه بعد كده، وانا علشان عندي 50 سنه خلاص ابقى عجزت؟ انا لسه حلوه وزي القمر، وشويه زواق بس مني اهو، وشويه اهتمام بقيت منوره اهو. وعادي يعني، انا اعرف كتير من صحباتي لسه لغايه الان بيعملوا العلاقه الزوجيه، وده بقاله فتره وهو سايبني ورميني وكاني مش بني ادمه ولا بحس ولا ليا مشاعر. وابتديت بقى ان انا انطلق شويه على التليفون، على النت. لما بقيت اخرج وانزل بقيت اتكلم مع اي حد يقابلني واهزر واضحك وافتح كلام، رغم ان انا ما كانش ليا اي علاقه باي حد. يعني انا عمري ما كنت بخرج من باب البيت اصلا. مره على مره كده اتعرفت على ولد، والولد ده كان عنده تقريبا 30 سنه. بصراحه كنت في البدايه الموضوع بالنسبه لي انا محتاجه حد اتكلم معاه، حد ما يعرفنيش، حد جديد في حياتي اقعد احكي له حياتي كلها واللي حصل فيها ويسمعني، لان هو ما يعرفش عني حاجه. ودي كانت بدايه معرفتي بيه. الولد ده انا كنت عارفاه من على النت، من جروب بيبيع حاجات. فانا على ما بقيت ادخل بقى السوق واروح واتفرج وكده، بقيت اتصفح على النت وابص كده لو في مثلا حاجه بتتباع، حاجه عايزه اشتريها، وصفات اكلات. فتعرفت على الولد ده وكنت داخله في البدايه علشان اساله على حاجه. المهم الكلام جرى بعضه: انت عندك كام سنه؟ انا عندي 50 سنه. ايه ده بجد؟ والله ده انت حضرتك بقى زبون عندنا طيب ولا ايه؟ قلت له لا انا عمري ما اشتريت حاجه من عندكم. وهو كان بيبيع حاجات داخليه. الكلام فتح بعضه بعد كده، وابتديت احكي له على مشاكلي زي اي حد لما بيكلم حد جديد في حياته.
وعايز يشتكي له. حكيت له كل حاجة عني وعن جوزي وعن بيتي والكلام ده. مرة على مرة يطلب مني طب ممكن أكلمك صوت؟ لا مش هينفع، علشان أنا في البيت دلوقتي، علشان خاطري عايزة أبقى أكلمك صوت. فجيت في مرة وأنا قاعدة لوحدي كنت زهقانة، فرحت فعلا رن عليه، بس الكلام ده كان على البرنامج يعني مش على الاتصال، مش برقمي. المهم كلمني فعلا صوت، فلقيته بيقول لي إيه ده انتي صوتك بيقول ان انتي لسه صغيرة. قلت له والله ما تهزر، عندي 50 سنة، ده انت قد ابني. وخدت الموضوع معاه بهزار. طب جوزك ده برضو ما بيحسش؟ لا ده انا عندي بقى طقمية ليكي تيجي تاخديها وان شاء الله عم عبد الحميد هيتحرك. وانا اقعد اضحك واهزر معاه. المهم الولا شغلني فعلا بكلامه، واتعودت ان انا اكلمه. بطلت بقى اخرج وانزل، وبقيت مكسوفة حتى ان انا اروح اشتري من عنده حاجة، رغم ان انا كنت اصلا مكلماه علشان حاجة عايزاها. مرة على مرة لقيته بيقول لي بقول لك يا فايزة ما تفتحي كاميرا. قلت له كاميرا؟ لا يا راجل. قال لي لا بس انا نفسي اشوف شكلك والله. وانا طبعا مش حاطه صورتي على الصفحه الشخصيه. قلت له هتشوف ايه يا ابني؟ ده انا بقول لك انا عندي 50 سنه. انا كنت بقول الكلام ده من احراج ان هو عيل صغير برضه. المهم في مره كده في لحظه صفا، انا كان نفسي من جوايا ان هو يشوفني ويعجب بيا ويقول لي انت جميله وانت حلوه وانت شكلك صغير. يعني عايز اسمع كلام حلو، عايزه حد يغزلني ويعاكسني. انا اتزوقت لجوزي يا اختي ولا عررني ولا قال انت فين. فرحت فعلا فتحت الكاميرا، وكنت حاطه مكياج خفيف وكنت لابسه طرحتي يعني بهدومي عادي. فكلمني، طبعا انا كنت لابسه دهب كتير، سلاسل وخواتم وخوايش. كلمته كده وانا قاعده، وحطيت الكاميرا بعيد شويه علشان انا ما بحبش التليفون ولا لازق فيا كده. فلقيته بيقول لي ايه ده انت مش معقول يبقى عندك 50 سنه، ايه الجمال والحلاوه دي كلها؟ اقول له بس بقى، كان اسمه ابراهيم، بس بقى يا ابراهيم ما تهزرش معايا. يقول لي لا والله ده انت بصي، ده انت خطفتي قلبي، انا مش مصدق، انا نفسي اشوفك قوي، انا عايزه اشوفك النهارده قبل بكره. وانا اقول له لا ما تهزرش بقى، لما ربنا يسهل وعبوس اشتري منك حاجه هبقى اجيلك. وطبعا بيني وبين نفسي انا مكسوفه اروح له، لان انا بفكر فيه بطريقه تانية خالص. الكلام اخد بعضه اكتر من مره، وتعودت ان انا اكلمه على البرنامج فيديو. بعد كده لقيته بيقول لي بذمتك يا فايزه، هو انت ما نفسكيش تحضنيني؟ سكت كده، قلت له احضنك؟ افتكرت نفسي وافتكرت جوزي، وقعدت اقول يا انا بقالي كتير ولا حد بيحضني ولا حد بيطبطب عليا الا بالهزار. راح يقول لي انا بصراحه جوايا مشاعر كتيره ليكي، ونفسي قوي نفسي ان انا اشوفك واقابلك. بصراحه انت ما تتسابيش، وانا مش عارف جوزك البهيم ده سايبك ازاي، بقى انا ابقى متجوز واحده زي القمر كده منوره زيك، وبقى سايبها ومهملها ومش عايز يكلمها ليه؟ عشان خاطر ايه؟ ده اكيد الراجل ده مش مظبوط. انا اتاكدت دلوقتي ان العيب فيه هو مش فيكي. قلت له هعمل ايه بقى، ده نصيبي وحياتي، وانا عندي ابن كبير. بس طبعا يا جماعه ما كدبش عليكم، الزن على الودان امر من السحر. والولا كان حلو قوي بصراحه، وانا فعلا ضعفت معاه، وتمنيت ان انا اعيش لحظات مجنونه، ان انا اقضي حاجه من ليالي زمان عبد الحميد خلاص نسيها وبطل يعملها، وانا كنت محتاجه لها ومشتاقه لها. علشان كده الشيطان مسك دماغي وفعلا ضغط عليا، وبقيت همي طول ما انا قاعده بطبخ بعمل حاجه في الاكل عماله اتخيل نفسي لو انا قابلته هبقى لابسه ايه، لو انا قابلته هنعمل ايه، طب هيحصل بينا ايه، طب انا هحس بايه، طب حاجات كتير قوي. بقيت خلاص مش قادره استحمل الضغط النفسي اكتر من كده. انا عايزه اقابل ابراهيم باي شكل من الاشكال. لما بقى يكلمني بعد كده كان بيلاحظ من صوتي ان انا عندي حنين وشوق ليه، ان انا محتاجه فعلا ان انا اقابله، وان هو لو ضغط عليا شويه فعلا ممكن اوافق. ابتدى يزود جرعه حب وكلام معسول وحلو، وقال لي بقولك ايه، انا هشوفك يعني هشوفك. قلت له يا سلام. قال لي انا جايب لك حته هديه وعايزه اسلمها لك في ايدك، بصراحه كده حاجه نفسي اشوفها عليكي. انا ساعتها من جوايا قلبي بقى يدق جامد، ولقيت نفسي بقول له انا موافقه. قال لي طب هتيجي تقابليني فين؟ قلت له شوف المكان اللي انت عايزه. بكل جراءه قال لي ينفع تجيلي البيت؟ قلت له ينفع. قال لي بجد؟ قلت له بجد. قال لي طيب انت عايزه تنزلي من البيت؟ قلت له انا كنت زمان ما بنزلش، وما انا فهمتك قبل كده، واليومين بس اللي انت كلمني فيهم انا قللت الخروجات شويه لان انت كنت خلاص يعني مالي عليا حياتي. قال لي خلاص. اداني عنوان البيت وقال لي الهديه هتبقى موجوده معايا، ويا ريت لو اشوفها عليكي. طبعا الكلام كان مفهوم، وانا كنت فاهمه هو بيقول ايه وعايز ايه، وهو كمان كان فاهم ان انا فاهمه وعايزه اللي هو بيتكلم عليه. رحت له فعلا البيت. كانت عماره كبيره
ومحدش بيسأل حد على أي حاجة. طلعت وأنا لابسة ومتشيكة ولابسة الدهب بتاعي كله، لأني كنت بحب قوي أتزين بيه، ودي عادة عندي. طلعت البيت ودخلت عنده، وفعلا لقيته شاب زي القمر. طبعا أنا كنت شايفاه، بس ما كنتش برضو زي وهو قدامك، لأ، الكاميرا ضلمة كتير، وجسمه حلو كده وطول بعرض وعنده عضلات. انبهرت بيه. أول ما دخلت من باب الشقة عنده وقفل الباب، حسيت إن قلبي بيدق بسرعة قوي، وإن أنا مش قادرة خلاص إن أنا أقف، وفي نفس الوقت مش قادرة إن أنا أمشي. أنا عايزة فعلا الحاجة دي. دخلت وقعدت معاه، ولقيته مطلع لي الهدية، وهي كانت قميص نوم. قميص نوم شكله تحفة، وقال لي يا ريت تلبسيه، بس تخليكي زي ما انتي كده بدهبك وسيختك. قلت له ما أنا مش قال على الدهب دهب ولا السيخة. المهم دخلت وشلت البرقع الحقيقة زي ما بيقولوا، وما كنتش محرجة خالص ولا خايفة. ودخلت على الأوضة فعلا، ولبست واتزينت، وطلعت له من الأوضة وكأني عروسة جديدة. وقضيت معاه فعلا، وحصل اللي حصل. قضيت معاه اليوم وأنا فرحانة ومبسوطة، ورجعت البيت وأنا طايرة من الفرحة، حاسة إن أنا خلاص حاجة وصلت لها من زمان كنت تقريبا نسيتها. لقيت مع إبراهيم الحاجة اللي عبد الحميد خلاص نسيها من سنين السنين، ومش بيفكر حتى فيها، ونساني أنا كمان معاه. فضلت مع إبراهيم فترة طويلة، محدش حاسس بيا. كل ما بقى مشتاق له وهو يطلب إن أنا أروح أقع معاه شوية وانبسط وأرجع بيتي، وحاسة إن أنا مبسوطة. وبقى خلاص هو إدماني، ودي الحاجة الوحيدة اللي بتطلعني من المود الوحش ومن ضغط وقرف الحياة. بقيت حاسة إن أنا مقبلة على الحياة بروح، أعمل حاجتي في بيتي وأنا فرحانة ومبسوطة، عندي طاقة كانت مدفونة من زمان. بقيت بحب أخرج وأطلع وأنزل، ورجعت للشباب فعلا، وكأن إبراهيم رجعني معاه 20 سنة فعلا ورا، وكأن عندي 30 سنة. كل ده وعبد الحميد مش واخد باله مني ولا أي حاجة خالص. مروان ابني فكرني كل التغيير اللي أنا فيه ده بسبب الخروج والطلوع اللي هو نصحني بيه. قال لي شفتي بقى يا ماما، لما بقيتي تطلعي وتدخلي وتنزلي وتقابلي الناس وتعرفي ناس وتشتري حاجات وتروحي السوق وتجددي من يومك وحياتك، بقيتي حلوة وتغيرتي ازاي؟ قلت له ايوه كان عندك حق يا مروان. ما يعرفش الحقيقة وما يعرفش اللي انا فيه. لحد ما في يوم لقيت ابراهيم بيكلمني، هو موده وحش قوي، كان زعلان. حاولت افهم ايه اللي مضايقه، بس هو مش راضي يقول لي. قلت له طب انت وحشني وانا عايزه اقابلك واشوفك. يقول لي لا مش هقدر اشوفك. قلت له ليه؟ انت اول مره تقول لي كده. قال لي بصراحه مودي وحش وعندي مشكله في الشغل ومش عايزه اقابلك علشان ما تكننش عليا. قلت له لا انا هجيلك. نزلت فعلا ولبست ونزلت بسرعه، رحت له لقيته اول مره اشوفه بالشكل ده. مالك يا ابني، في ايه اللي حصل؟ مالك يا ابراهيم؟ قول لي لو في مشكله عندك ولا حاجه. قال لي بصراحة أنا طالع عندي في الجرد يعني مديونية كبيرة. قلت له هو المحل ده بتاعك؟ قال لي لا احنا شركة وبرضه بنعمل جرد وكده. قلت له طيب ايه المشكلة؟ قال لي عايز مبلغ تقريبا 100,000 جنيه. بصيت كده قلت له طيب ماشي اتصرف لك فيهم. قال لي بجد؟ قلت له اه. قال لي لا انا ما اقبلش اخد منك فلوس. قلت له يا سيدي ما تشغلش بالك، انا عايزاك دايما مبسوط. رحت قلعة من الدهب بتاعي وبشين واعطيهم له. قلت له انا مش عارفه هم دول هيعملوا قد ايه، بس انا الغواش بتاعتي تقيله ومحمله. قال لي مش عارف، بس ما افتكرش ان هم يجيبوا ال100,000 جنيه. قلت له والله ممكن يجيبوهم. المهم اديته فعلا الدهب وقلت له فك زنقتك واضحك وانبسط، ده انت اللي مفرحني وانت اللي مالي عليا حياتي، وزي ما انت بتساعدني انا لازم اساعدك واقف جنبك واكون معاك في كل حاجة. خلاص يا إبراهيم بقيت مبسوط دلوقتي؟ قال لي أنا مش عارف من غيرك كنت هعمل إيه. والمهم قضينا مع بعض برضو الوقت، وحصل اللي حصل، ونزلت بقى وأنا فرحانة وسعيدة، اللي هو بقى قريب مني بالشكل ده، وحاسة إن إحنا الاتنين واحد، وخلاص بقيت بموت فيه وبعشقه ومش قادرة استغنى عنه بجد. ويعني لو طلبوا مني إن أنا أسيب كده بيتي في جوزي علشانه كنت هعمل كده، بس إحنا كانت الأمور بينا ماشي كده. وبصراحة اللي عمله معايا عبد الحميد ما خلانيش أحس بأي تأنيب ضمير من ناحيته. حتى ابني اللي هو كان كل حاجة في حياتي نسيت إن أنا برضو أعمل له اعتبار. بقيت كل فترة نفس الوضع زي ما احنا، يجي تاني إبراهيم بعد مثلا 3-4 مقابلات، مالك يا إبراهيم؟ قال إيه عنده برضو مشكلة كبيرة في شغله والموضوع محتاج مساعدة مادية، أروح برضو ألعى من إيدي وعطياله. بقيت يعني ما بفكرش في أي حاجة غير إن أنا عايزاه دايما موده حلو
وطول ما هو موده حلو وسعيد أنا كمان ببقى سعيدة وفرحانة، ولا حد واخد باله من أي حاجة بتحصل ولا أي حاجة أنا بعملها. كان عندي دهب كتير قوي، لقيت نفسي مرة على مرة الدهب يقل من إيدي، وخلاص ما بقاش عندي غير حاجات بسيطة خالص، لدرجة إن أنا ما بقيتش ألبس الدهب بتاعي زي ما أنا متعودة علشان محدش يلاحظ إن الدهب بتاعي ناقص. وإبراهيم يسألني إيه ده أنت دهبك فين؟ أقوله لأ، ما أنا ما بقيتش ألبسه علشان محدش ياخد باله إن هو ناقص، وأروح وأقضي اليوم معاه وانبسط وافرح، وارجع تاني أروح على بيتي طايرة وفرحانة والدنيا مش سايعاني. لحد ما فجأة هوب لقيت نفسي خلاص معيش غير دبلة وخاتم وغويشة، والسلاسل كلها اختفت. يا نهار اسود، إيه اللي أنا عملته ده؟ هو أنا ازاي اديته كل حاجة كده؟ طب أنا يعني دي ثروة، ده فلوس، ده حاجات كتير. طب أنا ببقى ماشية لو عبد الحميد راح معايا مناسبة ولا حاجة هعمل إيه وهتصرف إزاي؟ فابتديت إن أنا أتضايق من نفسي، إزاي أنا ما كنتش حاسة خالص كده؟ وبجد زي ما يكون إبراهيم ده كان ساحرني، أنا ما كنتش واخدة بالي أنا بعمل إيه ولا بخلي إيه، وما خدتش بالي بجد غير لما خلاص ما بقاش في حاجة معايا. هعمل إيه يا ربي؟ أروح أجيب دهب تاني؟ أنا كان معايا فلوس، بس عشان أسحب فلوس أكيد مثلا ممكن يجيلي اللي هو الظرف بتاع البنك يبان إن أنا سحبت فلوس، فكنت بستسهل في الدهب على اعتبار إن هو مش هيبان، وصرصرت الدهب حتة حتة، وإبراهيم خد الدهب كله. المهم قعدت أكلم إبراهيم، أحس كده إن هو متغير معايا. مالك يا إبراهيم؟ عندك مشكلة تاني في شغلك ولا إيه؟ يقولي لا أصل أنا زهقان شوية. طب إيه اللي حصل يا ابني؟ طب أنا عايزة أقابلك. يقولي مش هينفع. أقوله لا أنا هجيلك. يقولي مش هتلاقيني أصلا في البيت. أقوله إزاي يعني؟ يقولي كده والله أصل أنا مع صحابي في الحتة الفلانية، أصل أنا مسافر، أصل أنا سايب المحل ومش عارفة رايح فين. وابتدى بجد إن هو يتهرب مني، والموضوع بقى تقيل على قلبه وما بقاش يشوفني زي الأول خالص. في يوم قلت له بص يا إبراهيم أنا عايزاك ضروري ولازم أقعد وأتكلم معاك. كنت عايزة أفهم إيه اللي غيره من ناحيتي بعد ما إحنا الاتنين بقينا واحد كده، إيه اللي حصل؟ إيه اللي اتغير؟ وفعلا رحت له، ودي كان تقريبا آخر مرة أشوف فيها إبراهيم. رحت له قعدت معاه، مالك أنت متغير عليا؟ قال لي لا مفيش، عادي. لاحظت إن التليفون بتاعه كل شوية يجيله رسالة وهو ياخد التليفون ويبعد عني علشان يبص على الرسالة وعلى الرسالة. بتكلم مين يا إبراهيم؟ مفيش حاجة. بتكلم مين؟ مفيش حاجة. فأخدت بالي لما ضربت عيني في التليفون كده إن هي صورة واحدة، والغريبة إن هي برضو واحدة سنها كبير، ما هي الصغيرة. قلت له إيه ده؟ أنا كنت مفكرة إن أنت بتحبني، طلعت بتحب كل الستات الكبيرة. راح ضحك وقال لي مفيش حاجة من اللي في دماغك دي، واحدة كانت عايزة طلبات وأنا هجيبها لها. قلت له والله العظيم شكلي أنا اللي عبيطة وهبلة وما بفهمش حاجة علشان حتة عيل صغير يضحك عليا. قال لي يا ستي ما تقوليش الكلام ده، وأنا بحبك وأنا ما أقدرش أستغنى عنك. وعمل معايا حبتين كده. المهم نزلت من عنده وأنا زعلانة ومتضايقة، والأجل بختي والأجل حظي إن أنا دي أول مرة أزعل من إبراهيم، وفي احتمال إن أنا ما أشوفوش تاني. وأنا نازلة شفت واحد من صحاب ابني مروان. الولد ده كان عارفني كويس جدا، وكان ساعات كتير بيجي عندنا البيت وكان بيشوفني وأنا مع مروان. روحت البيت وأنا مرتبكة. بعدين قلت يا بنتي ما تشغليش نفسك ولا تحطي في بالك، هو إيش عرفه أنت كنت فين وعند مين؟ يمكن كان بيعمل أي حاجة هنا، يعني مش شرط يبقى هو في المكان وعارف في المكان وكده. فعلا جمدت قلبي وقلت أكيد مفيش أي حاجة هتحصل. لحد في نفس اليوم بالليل وأنا قاعدة لقيت ابني داخل بيزعقلي، وأول مرة تحصل. ماما أنا عايزك تقولي لي الصراحة. قلت له في إيه مالك؟ أنا اتخضيت بقى ساعتها. قال لي هو أنت يا ماما تعرفي واحد اسمه إبراهيم وعنده 30 سنة وبيشتغل في محلة؟ قلت له لا معرفش، أنت بتكلمني على إيه؟ قال لي ده تلاقيه الولد اللي أنا بشتري منه الحاجة. قال لي وأنت بتشتري الحاجة من شقته؟ راح قايل لي كلام أنا مش قادرة أسمعه على نفسي، يعني ما كنتش متخيلة إن الكلام يوجع قوي كده. راح متصل على صاحبه وفتح الاسبيكر، وكان جايب أبوه وموقفه جنبه. أيوة يا محمد قول لي كده إبراهيم قال لك إيه؟ قال له يا مروان مش عايزك تزعل والله، بس أنا كان لازم أقول لك، أنت صاحبي وحبيبي. قال له قول لي يا محمد إبراهيم قال لك إيه؟ قال له إبراهيم بيقول لك إن الست ديت لو أنت عايزها أنا ممكن أخليها تجيلك تنبسط معاها وتبسطها، ويعني ما تشغلش أهم حاجة. قال الست دي كانت مين؟ قال له أمك. وراح قافل السكة، والولد كان مكسوف وهو بيتكلم. عالية كده لما سمعت الكلام عليا اتوجعت قوي،
وحسيت بالكارثة والمصيبة الحقيقية اللي أنا عملتها اللي أنا مش واخدة بالي منها. وبقيت واقفة قدام ابني زي العيل الصغير. ابني يقول لي انتي بدل ما أنا اللي أعمل لك المشاكل وانتي اللي تقعدي تربيني وتعلميني، انتي يا أمي اللي تعملي كده. ازاي هونتي على نفسك؟ ازاي أنا هونت عليا؟ ازاي وعملتي كده؟ ازاي وإمتى؟ وإحنا كنا فين؟ قلت له أبوك هو السبب. أبوك حارمني منه بقالي كتير، وأنا ست وحلوة صغيرة ولسه عندنا صحة ولسه حلوين. ماله؟ قال لي ده مش مبرر يا أمي، مش مبرر للخيانة. كنتي تقولوا له أنا عايزة أتطلق، كنتي تكلمي معايا وفهميني وأنا كنت هتكلم مع أبويا بجد. هو مش عارف إن انتي سوري يعني خفيفة كده، أبويا بتفكرك بتهزري وبتضحكي. وطبعا كل ده عبد الحميد ساكت ما بيتكلمش. ولقيته بيقول لي أنا هسألك سؤال واحد بس، انتي عملتي حاجة مع الولد ده؟ عيطت. قال لي غلطتي معاه يعني؟ انتي خنتيني وزنيتي وانتي في السن ده احنا زايرين بيت ربنا، ازاي تعملي كده؟ انا مش مصدق نفسي، انا مش مصدق اللي انا بسمعه. عالية بعد العمر ده كله تتعبطي كده يا حاجة فايزة؟ ايه اللي حصل؟ ايه يعني ما بيحصلش حاجة بيني وبينك؟ هو كل حاجة في الجواز كده؟ انا فعلا كنت مفكرك بتهزري، ما كنتش عارف ان الموضوع معاكي بالشكل ده. قلت له بس انت غلطان. معرفش بقى بسبب كلامي ليه او هو حس ان هو غلطان بجد، محدش فيهم عمل لي حاجة غير ان هما الاتنين مشيوا وسابولي البيت. جوزي قال لي من النهاردة انتي بالنسبة لي ميتة، حد الله بيني وبينك وانتي متحرمة عليا، وروحي ربنا يسهلك. انا مش هطلقك بس علشان خاطر ابني الوحيد مروان، علشان شكله قدام الناس، وكفاية قوي اللي حصل لحد هنا. بس يا بنت الحلال انا لا هاكل من ايدك ولا هقعد معاكي تحت سقف بيت واحد، ولا انا عايزة اشوفك في حياتي تاني. وهما الاتنين من اليوم ده اختفوا. بعد فترة مروان ابني بقى يكلمني فعلا من وقت للتاني، ولا عمر ما بقى معايا زي الأول، ولا فكر يجي يقعد معايا. ولقيت نفسي وحيدة بند بالرباح الحيطان. رجعت نفسي وحسيت فعلا إن أنا اللي غلطانة، وإن أكيد مش كل حاجة في الحياة الموضوع ده. ولو أنا كنت عايزة كده بجد كنت ممكن أكلم جوزي بجد، لكن هو لما كان بيضحك ويهزر كنت أنا بتغاظ منه قوي وأروح ساكتة وأقول خلاص أنا زهقت منه. وبرضه ده أكيد مش مبرر للغلط، لأن أنا أكتر واحدة انضريت من اللي حصل، وقعدت في وقت عيل صغير كان كل هدفه إن هو يضحك عليا ويقلبني، بدليل إن هو أول ما خد الدهب بتاعي كله بدأ إن هو يبعد عني ويهرب. والدليل التاني إن هو قال عليا الكلام ده، يعني هو ما كانش بيحبني، وإلا مش هيقول على صاحبه وعلى صاحب ابني الكلام ده. فأنا فعلا لقيت نفسي خسرانة من كل حتة. كنت تعبانة نفسيا جدا لدرجة إن أنا بجد كنت بفكر إن أنا أتخلص من حياتي من كتر ما أنا شايفة الدنيا بقت ضلمة. واحتقرت نفسي جدا، وافتكرت كل شوية المكالمة بتاعت صاحب ابني والكلمة اللي قالها عليا. توجع قوي يا جماعة، توجع بجد، تخلي الست ما تفكرش أبدا إن هي تغضب ربنا. استغفرت وتبت وبقيت ملتزمة في الصلاة والأوراد والقرآن، وكنت بطلب من ربنا إن هو يسامحني ويحنن قلبي جوزي وابني عليا. ابني بدأ فعلا يكلمني بس جوزي لأ، لحد ما لقيت مروان جاي يقول أنا هتجوز وبيعزمني زي الغريبة. حسيت إن ظهري اتقطم. ده ابن عمري، ابني اللي ما كانش ليا في الدنيا غيره، وكنت بعمل علشانه كل حاجة، وهو كان محور اهتمامي طول حياته. إزاي كده؟ قلبي وجعني، ولحد دلوقتي وأنا مش عارفة أصلح الغلطة دي إزاي، لدرجة إن أنا فعلا سبت الشقة ورحت دار مسنين، وبقيت بدفع فيها مبلغ وقاعدة معاهم يأكلوني ويشربوني، لأن أنا لو قعدت لوحدي ممكن أغلط تاني، أغلط إن أنا يعني أعمل حاجة حرام علشان أخلص من نفسي. والحاجة التانية ما بقيتش قادرة إن أنا أعمل لقمة ولا أروق حاجة من كتر ما حالتي النفسية بقت زي الزفت. وبتمنى بس من حياتي كلها إن ربنا يسامحني، وإن قبل ما أموت ابني وجوزي يرضوا عني. وآدي اللي أنا خدته من المشي والجري ورا الشهوات. يمكن قصتي تبقى فيها شبه من قصص ستات تانية كتير، وعلشان كده قررت إن أنا أحكي حكايتي علشان الكل يستفيد ويتعظ. وبكده بتكون انتهت قصتنا النهاردة. لو كملت القصة لحد هنا
ما تنساش تشاركنا برأيك تحت أسفل التعليقات لأنه أكيد بيهمنا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، وياريت لو تعمل شير لأصحابك وحبايبك علشان هم كمان يتابعوا معانا قصة النهاردة. سلام عليكم.